قصة جميلة جدا من الحقيقة. تابعونا واشتركوا معانا وفعلوا الجرس عشان خاطر توصل لكم القصة كاملة. كان في قرية ريفية، كان في طفل صغير، والطفل دوت كان دايما يروح المدرسة وهو مهموم، ويقعد على التختة بتاعته وهو مهموم ومش حابب التعليم نهائيا، مع انه كان عايش في قرية ريفية جميلة جدا فيها الهواء والمية والشمس والحيوانات، وكان عائلته عائلة جميلة جدا، ومنها المتعلمين ومنها الغير متعلمين. كان دايما يقول لأمه وأبوه وأهله إن هو ما بيحبش المدرسة، وإن هو مش عايز يروح المدرسة ديت خالص. فكانوا دايما يقولوا له لازم تروح المدرسة عشان خاطر تتعلم وتبقى حاجة جميلة جدا. كان يروح الطفل دوت المدرسة بتاعته، وهو رايح المدرسة كان يبقى متضايق جدا، ويرجع للبيت تاني ويمشي في الشارع بتاعه اللي فيه المواشي والحمار والبقرة، وكان دايما متضايق جدا. كان يقف ويقول انا دلوقتي قلت لابويا والامي وهم مصممين ان انا نروح المدرسة، وانا مش حابب اروح المدرسة. وكان السبب في كده ما كانش حبه في الصناعة ولا في الميكانيكا ولا اي حاجة من دي كلها، ولكن هو كان في مشكلة اساسية عنده. وهو اول ما بدأ يروح المدرسة كان للأسف كان يخاف جدا من المدرسين، لأن المدرسين كانوا يتعاملوا مع الأطفال الصغيرين في الابتدائي بالضرب بالعصا والضرب بالسير، وكانوا دايما يخوفوهم دايما لدرجة إنه كان بيعملها على نفسه. وكان هو نفسه يتعلم الميكانيكا، لأنه هو رايح المدرسة أو راجع من المدرسة كان يشوف طفل زيه صغير واقف وفرحان ومبسوط في ورشة الميكانيكا، ومعاه كمان فلوس كتير وبيشتري اللي هو عايزه. ولكن الطفل الصغير دوت كان دايما كاره المدرسة جدا. وفي يوم والده وقف مع عمه وقعدوا يتكلموا عن حالة الولد، ولكن عمه قال لأبوه روح للمدرس وشوف القصة ايه. راح الأب للمدرسة وقال لها ابني ليه مش عايز يروح المدرسة ومش حابب يجي المدرسة، احنا خلاص هقعده من المدرسة ديت. قالت له لأ، ما تقعدوش من المدرسة، خلي ابنك يتعلم. ولكن الولد مش عايز يتعلم خالص. الولد في حاجة في دماغه غير معروفة خالص. كان يعيش في قرية من الأرياف، وكان والده عنده أرض على البحر، وكانت أرضهم جميلة جدا. ولما المدرس سأل الولد انت ليه ما بتذاكرش، انت ليه ما بتجتهدش، وكان الولد يخاف جدا من المدرس بتاعه لما يشوفه، وكان يترجى المدرس ان هو ما يضربوش. كان والده يقوم الصبح يروح الغيط عشان خاطر يجيب الحشيش للبهايم، ويركب الحمار بتاعه ويروح من الصبح بدري يجيب الحشيش بتاعه، ويرجع على العمل التاني اللي هو كان خاص بيه او بيشقى عليه عشان خاطر يربوا عياله احسن تربية. لكن الواد كان كل ما بيقعد عشان خاطر يذاكر مش حابب المذاكرة خالص، وكان مخه بيتقل جدا ويتعب جدا من التفكير. وكلمهم كتير في الموضوع دوت، ولكن محدش عايز يسمع له. كان الواد يقول لهم انا كل ما اروح المدرسة المدرسة تضربني على ايدي بالمسطرة، وكان المدرس يزعق لي، وكان المدرس دايما يقول لي انا هضربك على رجليك. وكان الجو ساقع جدا، وكنت بخاف جدا منهم، وكنت بكره المدرسة كره شديد جدا. ما كانش فيه معاملة حلوة خالص في المدرسة. ولكن كنت دايما اقول لابويا وامي، كانوا دايما يقولوا له روح عشان خاطر تتعلم. وكانت لما البهايم تبقى في الغيط وواقفة فرحانة ومبسوطة في عز الشمس، كنت وانا ماشي ابص لهم واقول يا بختيكم، انتم قاعدين هنا لا خايفين من مدرس ولا من مدرسة، لا هتتضربوا ولا حد هيقول لكم كتبتوا الواجب ولا ما كتبتوش الواجب. انا نفسي اجي واقعد جنبيكم هنا في الشمس دايما على طول. كان يروح في اوقات مع والده الغيط، وكان يقعد فعلا في الارض وهو مبسوط جدا بالهواء والشمس. وكان والده كان يقضي في الارض وكان يزرعه ويقلعه، ولكن هو حابب
شغلانة الميكانيكا، ان هو يتعلم صنعة الميكانيكا، ومش حابب خالص المدرسة. بعد ما اتعرف على الولد الصغير اللي اسمه بليا، وعرف ان هو بياخد بقشيش كويس من مسح العربية فقط لا غير، كان يروح يقعد على البحر بتاعهم اللي هو عند الارض بتاعتهم، وكان والده دايما يقعد في الغيط، وكان يعمل الشاي والده، وكانت القعدة جميلة جدا في الغيط. وطبعا زي ما انتم عارفين ان في الارياف مختلفة جدا عن المدن، والارض والشمس والدنيا بتبقى جميلة جدا فوق ما انتم تتخيلوا. ولكن الواد مش حابب خالص ان هو يكمل تعليمه. قرر الواد ان يبدأ في ان هو مريض دايما، وكان يضع القلم في بقه، وكان يرجع في الفصل عشان خاطر المدرسين تتعاطف معاه ومحدش يضربه، لانه هو اساسا ما بيذاكرش ومش حافظ وجبات ولا كاتب اي وجبات. فابتدى ان هو يتعامل مع المدرسين بانه هو مريض جدا وبطنه دايما بتوجعه وبيرجع، وكانوا دايما يكتبوا له جواب ان هو يروح الصحة ويتعالج. وكان الولد ياخد الجواب ويروح الصحة، وكان يرجع على بيتهم، البيت اللي هو بالطوب الني، البيت اللي هو الجميل اللي كانت ذكريات جميلة جدا له في الماضي. وكان وهو ماشي رايح البيت بتاعه كان بيمشي في طرقة فيها شجر من الصفصاف، والشجر دوت كان جميل جدا، وكانت توجد عليه العصافير، وكانت الناس ترجع من الأرض بتاعتها أو الغيط بتاعتها راكبة الحمير وشايلة الحشيش، والناس ماشية ومبسوطة. وهو كان ينظر ليهم كده ويقول يا عالدنيا يا عالدنيا، طب الراجل دوت دلوقتي لا متعلم ولا أي حاجة ومبسوط وحالته جميلة جدا، أنا لازم أتعلم صنعة ولازم إن أنا أشوف مستقبلي. ولكن الولد في خياله طموح تاني خالص، محدش عارف ايه هو الطموح اللي داخل الولد دوت، لكن الدنيا هي اللي بتقرب وهي اللي بتجرب وهي اللي بتعلم مع مرور الوقت. الولد قرر ان هو يسيب المدرسة، مسكوا والده وضربوه وشدوا من ودانه وقال له ما ينفعش ان انت تسيب المدرسة، وامه ضربته بالشرشوب. ولكن برضك الولد مصمم ان هو يسيب المدرسة. اخدوا والده ووداه الى شيخ من الشيوخ اللي بيعلموا القرآن الكريم. ولكن الولد عندما راح للشيخ دوت لقى الشيخ ماسك مجموعة من الأطفال ورابط رجليهم ونازل فيهم ضرب. ولما قال الولد سمع القرآن، الولد اللي كان حافظ كان بيقول القرآن بسرعة رهيبة جدا، فما كنتش متخيل ان انا ممكن في يوم من الايام احفظ كده. كانت ام في البيت قاعدة حزينة جدا، وكان عندنا وز وكان عندنا بط، وكانت الدنيا حلوة جدا والشمس جميلة جدا، وكان في حاجات كتيرة بنشتريها زي الشمعدان وحاجات كتيرة كانت رخيصة. كنت اروح دايما الغيط وكنت اقعد تحت الشجرة في وسط البهايم وافكر. كان بيتنا من البيت القديم جدا، وبيوتنا كانت بيوت قديمة جدا، ولكن كانت جميلة جدا، فيها خير وفيها دفى وفيها حاجات جميلة جدا. كان فيها ناس كنت اعرفهم وانا صغير جدا كانوا يحبوني ولكنهم ما بقوش موجودين. كانت بيوتنا من الطين ومن الطوب الأحمر، وكان في بلكونة وكان في شبابيك وكان فيها حاجات جميلة جدا. ولكن الولد صمم وقرر وقال أنا لازم إن أنا أسيب التعليم ده نهائيا، لأن أنا مش حابب إن أنا أتعلم ولا حابب كمان إن أنا أكون شيخ أو أكون متعلم القرآن الكريم، لأن أنا أساسا مش عارف أقرأ ولا أكتب، وانا هربان من المدرسة عشان خاطر المدرسين بيضربونا وبيعلقونا. هروح كمان للشيخ يربطني ويعلق لي من رجلي على السلبة عشان خاطر انا مش عارف احفظ، لما انا اساسا مش عارف اكتب، وكل ما اجي اكتب او اذاكر يحصل لي صداع شديد جدا في دماغي وما اعرفش اركز في اي شيء، ومش حابب التعليم من نهائه. لا، انا قررت ان انا اواجه والدي. قرر ان هو يواجه والده ان هو يتعلم في ورشة ميكانيكا. كان دايما الولد دوت يروح السوق مع امه، وكان هناك بيشتري كل حاجة هو بيحبها في السوق.
كان دايما ياخد 10 قروش، وكانت ال10 قروش دي بالنسبة له حاجة جميلة جدا. كان يشتري بيها حلاوة عسلية، وكان يشتري بيها كنافة، وكان يشتري بيها حاجات جميلة جدا. وكان فرحان في اليوم اللي ما كانش بيروح فيه المدرسة ويروح مع أم السوق. وكان بيحب قعدة البيت جدا. وكان بيتهم أساسا من البيت القديم، وكان التلفزيون بيشتغل على بطارية وعلى اريال من فوق، وكان في بلاليز بيملوها مية، وأوقات يضعوا جواها الجبنة والمش. وكانت أيام جميلة جدا. ولكن أنا أساسا مش قال لوالده أنا أساسا مش حابب الفلاحة يا والدي، ولا حابب إن أنا أتعلم. طبعا الأم والأب قعدوا يفكروا في مستقبل الواد. طب هنعمل إيه دلوقتي وهم أساسا ناس فلاحين وناس غلابة جدا؟ وطبعا الولد قرر وقال لوالده يا والدي أنا عايز أتعلم ميكانيكي. قعد يفكر الوالد إن هو يودي الولد ورشة ميكانيكا. كانوا دايما يجوا بالليل يفرشوا قدام البيت ويقعدوا في الشمس في الشتاء، وكان في الصيف يقعدوا قدام البيت ويشوفوا المناظر الجميلة اللي كانت موجودة. ولكن الوالد بعد ما فكر قرر انه هو يوديه الورشة، وبالفعل راح وداه ورشة عند واحد صديقه. وهنكمل القصة مع بعضينا في الجزء الثاني ان شاء الله. وده كان بداية الجزء الاولاني. وهذا الشاب بعد ما سنه وصل ل16 سنة، وايه اللي حصل في حياته، ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله مع بعضينا في الجزء الثاني والثالث، لان القصة مكونة من اجزاء